بإينو والوفد المرافق لكم في هذه الزيارة الرسمية المعبرة عن إرادتنا السياسية المشتركة لمواصلة المسار الذي رسمناه معا خلال الزيارة التي قمتم بها فخامة الرئيس في سبتمبر الماضي إلى الجزائر وطنكم الثاني. هذه الزيارة لإعطاء دفع جديد للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يشمل الطاقة والمناجم والبنى التحتية والنقل والصناعة الصيدلانية والتبادل التجاري. فخلال محادثاتنا أكدنا سويا أهمية تفعيل آليات التعاون، ومنها اللجنة المشتركة التي حرصنا معا على عقد دورتها الرابعة بالتزام من هذه الزيارة لتحيين الإطار القانوني المنظم لعلاقتنا والتوقيع على